أنا من أبناء عدن، وأنا يعني كما يقولوا بالعدني جيزي جيز كل أبناء الجنوب أو أبناء عدن اللي أيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، أيام الحزب الاشتراكي الذي هربنا حفاة، هربنا من الجنوب إلى الشمال. هربنا من الجنوب إلى الشمال لأنه كان في هذاك الوقت الشمال في عز مجده، ونحن كنا في الحضيض، وكنا هاربين علشان ناخذ البطاقة الشخصية اليمنية، الجمهورية العربية اليمنية، وناخذ الجواز الجمهورية العربية اليمنية علشان نستطيع ندخل نشتغل في السعودية، لأن هذه الأيام كان جواز الجمهورية العربية له قيمته. أما الجواز حق جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ما تقدرش تدخل به حتى الهند، ولا تقدر تروح به مكان، وممنوع أصلا السفر. ويقول لك الآن ناس للأسف من أبناء، يعني واحد دخل لي في الماسنجر من أبناء الضالع ويقول لك الشماليين يخافوا من الانفصال لأنهم راح يموتوا من الجوع لو انفصلوا. سبحان الله، سبحان الله. وانتم تحاربوا حزب الإصلاح وتحاربوا الإخوانجيين على قولتكم، وأنتم الذي الآن تقول لك بيموتوا من الجوع. يا ناس خافوا الله سبحانه وتعالى، الرازق هو الله، ما حد يموت من الجوع. ما ماتوا الشعب الفلسطيني وعايشين، فما تجي تقول لي بيموتوا من الجوع ومش عارف ايش. سبحان الله، سبحان الله. نسينا ايام ما كانت الشمال تحتضن ابناء الجنوب، وكنا في حاله يرثى لها. وعلي سالم البيض هو اللي راح وهو اللي طلب الوحده، لانه كانت مفلسه جمهوريه اليمن الجنوبيه الشعبيه. والان قال لك خلاص انا مش ضد الانفصال ولا ضد تغيير المصير، ولكن يكون في احترام لاهل الشمال. احترموا اهل الشمال، احترموا اهل الشمال الذي احتضنوا جميع اهل الجنوب. والان في ملايين من الجنوبيين عايشين في الشمال، ما حد من اهل الشمال يتعرض لهم. وانتم جالسين نازلين على اهل الشمال. يا ناس، يا ناس خافوا الله. انا في فرنسا عايش الان واتكلم معكم من فرنسا، ولكن لما اسمع هذا الكلام تحبوا انفصال، انفصل من غير شتائم، من غير سبوب لاهل الشمال، وانه راح يموتوا من الجوع، وانه يا ناس خافوا. وتفتكروا انه الامارات جت على سواد عيونكم يا اهل عدن؟ تفتكروا انه الامارات جت على سواد عيونكم؟ الامارات جت لأطماع لباب المندب لأمينة عدن اللي يعتبر من افضل موانئ العالم، وقالت للثروه النفطيه اللي موجوده في الجنوب تعطيكم الملاليم وبتاخذها ملايين. اصحوا يا اهل الجنوب، اصحوا. لا تفكروا لي بالزبيدي وبن بريك وبلا بريك والجماعه دول. تحبوا تنفصلوا، انفصلوا باستفتاء لاهل الجنوب كامل. انا قلت هالكلام هذا لاستفتاء اهل الجنوب كامل، وليس لاهل الضالع. اللي حتى اهل الضالع بعضهم ما يقولش عدن، يقول لك عرن. اما يعرفش يقول عدن يقول عرن. وتحياتي لكم، والله العظيم اقسم بالله. خلاص انا ماليش دعوه، انا عايش في فرنسا، عايش مبسوط مرتاح كما الملك. ولكن استغفر الله العلي العظيم، شيء يعني يخرجك عن طورك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وتحيه لاهل الشمال اينما كانوا.